بتخاف من النتيجة؟ كل يوم بتذاكر شايل هم المجموع؟ خليني أقولك الحقيقة اللي محدش قالها لك ولا هيقولها لك. خوفك من النتيجة هو اللي بيبوظها، مش عدم مذاكرتك. عارف ايه اللي بيحصل لما تبدأ تذاكر وانت خايف؟ بتفضل تبص في الصفحة وانت دماغك مش معاه. كل اللي بتفكر فيه هجيب كام في مجموع آخر السنة، طب لو ما جبتش، طب لو الناس قالت ايه، فتلاقي نفسك قافل والمذاكرة بقت عبء مش طريق. بس تعالى نسأل نفسنا سؤال بسيط: هل انت بتذاكر عشان تتعلم ولا عشان تثبت انك مش اقل من غيرك؟ لو السبب التاني فصدقني انك مش هتحس براحة. كلنا بنخاف من الفشل، بس الخوف لما يزيد عن حده بيشلك وبيشل تفكيرك، بيخليك تذاكر وانت متوتر، وده اخطر من انك ما تذاكرش خالص. في كتاب اسمه The Power of No، الكاتب بيتكلم عن فكرة بسيطة: ان الخوف مش بيجي من الواقع، الخوف بيجي من تفكيرك اللي جاي، اللي داخل عليك مستقبلك. وزي ما رب العالمين ذكر في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر. يعني النتيجة نفسها مش اللي بتخوفك، اللي بيخوفك الخيال اللي انت رسمته. انا شفت ناس كتير كانت بتذاكر بكل اخلاص، بس يوم الامتحان وقعت مش عشان مش فاهمة، علشان كانت خايفة. وفي المقابل شفت ناس عادية خالص ومستواها عادي خالص، بس دخلت بثقة وقالت انا هعمل اللي هقدر عليه والباقي على الله وخلاص. والنتيجة طبعا انت توقعت، جابوا اكتر من اللي كانوا متوقعينه. مزيكا. لو كل تفكيرك رايح على النتيجة يبقى انت بتنسى ان الرحلة هي اللي بتوصلك ليها. التركيز الصح مش على النتيجة، التركيز على كل ساعة بتذاكرها بصدق مع نفسك، مع كل مرة بتقوم فيها رغم تعبك. خاف عادي وده طبيعي جدا، بس ما تخليش الخوف يشل تفكيرك ويشل عقلك. خليه يدفعك انك تشتغل، وظفه صح وتشتغل اكتر، بس ما تخليهوش يسرق منك سلامتك. وفي الاخر يا عم الناضج، ان انا هفضل مقتنع بيك للابد مهما كنت ايه.